بيكم مرة تانية. وأعتقد كده مفيش أحلى من يعني قصيدة النهر الخالد لفنان وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب نبدأ بيها فقرتنا. دلوقتي هنتكلم عن قدسية نهر النيل وارتباطه معانا في حياتنا اليومية، وارتباطه بالأدب، ارتباطه بالفن، ارتباطه بالغنى، من خلال لقائنا مع ضيفتنا الشاعرة إلهام عفيفي والمنسقة الوطنية للمنتدى المصري لنهر النيل. أهلا بحضرتك اهلا بيك. ومنورانا. الله يخليك. انا عايزه اعرف الاول التايتل ده، المنصب ده، المنسقه الوطنيه للمنتدى المصري لنهر النيل. عايزه هو اعرف المنتدى ده يعني ايه الاهم، الحاجات مثلا اهدافه اللي قام عليها، ايه اهم هقول لحضرتك. توصياته يعني. هو في سنة في التسعينات عملوا حاجة اسمها مبادرة حوض النيل. تمام. دي كانت اللي هي تجمع رسمي وزارات الري أو وزارات المسؤولة عن المية في دول حوض النيل. اه. ففي نفس بعدها على طول ابتدينا يعني الفكرة جت من مصر والسودان في سنة 2001. الدكتور عماد عدلي من مصر والدكتور معاوية شداد من السودان فكروا ان هم يعملوا جناح مدني موازي للجناح الرسمي. اه. فعملوا حاجة اسمها المنتدى الدولي اه. لحوض النيل، تمام. بحيث ان هو يجمع منظمات مجتمع مدني بتعمل كلها على التعاون امم. لاستغلال موارد حوض النيل، تمام. وازاي يروج لده في المجتمعات حوض النيل كلها. فتعمل في كل دولة من الدول العشرة منتدى. امم. المنتدى بتاعنا في مصر كان من أوائل المنتديات اللي اتعملت في 2003. اه. من 2003 واحنا بنشتغل، وبعدين قعدنا نشتغل من خلال الجمعية بتاعتنا، الجمعية الأم، المكتب العربي اللي بنشتغل فيه، المكتب العربي للشباب والبيئة. وبعد كده لحد ما ربنا وفقنا وأشهرناها جمعية مستقلة، جمعية المنتدى الوطني لنهر النيل. تمام. فالمنتدى الدولي عنده 10 منتديات بيشتغلوا تحت مظلته، هو مقره في عنتيبي في أوغندا. وإحنا في مصر المنتدى الوطني لنهر النيل الجمعية بتاعتنا، وبيبقى في كل دولة شخص مسؤول عن تسيير الجمعية، اللي هو في مصر أنا. طيب، هل من ضمن اعماله التوعيه باهميه ده الهدف الرئيسي، يعني اه. هو الهدف الرئيسي ابتدى الشغل على التوعية بأهمية نهر النيل، أهمية المياه كمورد رئيسي. دايما يعني يمكن من التسعينات، من أواخر التسعينات ابتدى يظهر مفهوم إنه الحرب القادمة حرب مياه، وإنه المياه هتبقى سلعة يعني مورد اه. غالي جدا كل ما بيعدي الوقت. ابتدى الشغل على التوعية بأهمية المورد ده. ابتدى الشغل على التعاون والتنسيق ما بين الحكومات وما بين المجتمعات في نهر النيل. ابتدينا يعني يبقى في شغل شوية مع المجتمعات، وفي الفترة الأخيرة ابتدينا نقرب بقى كمان من المجتمعات اللي هي بنقول عليها الجراس القاعدية، الجراس اه. روتس، اه. اللي هو تحاولي توصلي للناس اللي في القرى، اه. للناس اللي هي في المجتمعات اللي ما تعرفش مثلا يعني ايه جمعيات. اه. ابتدينا الشغل في التنسيق بقى والتعاون الثنائي والترويج للمشروعات المشتركة اللي كانت بتحصل، يمكن أهمها مشاريع الربط الكهربي. مم. بعد كده ابتدينا نعمل حاجة اسمها دبلوماسية شعبية، انه مع ظهور الخلافات والصراعات على اه. على الميه معلش ان ابتدينا. انا ما دخلتش في الفقرة على طول. بس انا بجد مهتمة اعرف. طيب، بعد السنين دي هل فعلا حصل زي نوع من انواع التوعية للناس البسيطة بأهمية نهر النيل، ان هم ما يرموش في حاجة، ما بصي هقولك انا. مخلفات، نحافظ على نظافته، ما نرميش، ما يبقاش. لانه انا يعني بلاقي لما رحت اسوان لقيت الناس هناك قد ايه محافظين على نهر النيل وعارفين ده حقيقي. اهميته ومكانته، وقد ايه هناك ليه ده حقيقي. شكل مختلف تماما عن النيل في القاهرة. هو انا عايزه اقول لك انه الجيزة. انا بشتغل مثلا في الموضوع ده من 2010. اه. فلما روحنا اوغندا في 2010 عشان يعني نبتدي، كان فتره جديده في الشغل. مم. فانا كنت لسه جايه شغل جديد كمساعد منسق، فاتفاجئت ان في ناس هناك بتستغرب لما اقول لهم ان مصر دوله تعتبر صحراويه. اه. يعني احنا عندنا كله صحراء، مم. ما عندناش مورد غير نهر النيل. انتوا عندكم، انتوا مش محتاجين، هم مش بيروا من النيل، وهم ما عندهمش النيل بالشكل اللي عندنا. اه.
هم عندهم مجرد جداول، يعني احنا نسميها في اللغة ايه، جداول مم. بتتجمع لحد ما توصل للنيل اللي احنا يعني لحد ما تتكون في النيل الازرق والنيل الابيض، وبعد اه كده عند الخرطوم تاخد شكل النيل اللي احنا نعرفه. تمام. لكن هم ما عندهمش النيل بالمفهوم بتاعنا. اه عشان كده يمكن مصر اكتر دولة مرتبطة اه بالنيل، اه وجدانيا وثقافيا وفنيا، ومؤثر عليها. لكن هم ما عندهمش الارتباط ده. اه ده احنا ممكن نبدأ بقى من المصري القديم. طبعا. يعني نهر طبعا. النيل ده كان بالنسبة له حاجة، لأنها كانت نقلة. ده كان ساكن الكهوف يعني فوق الهضاب. هو شخص كان عايش على اه الصيد والجمع والالتقاط بالظبط. وبعدين ابتدت التحولات الجيولوجية بقى في انه الارض تجف، فابتدت الحاجات دي تختفي، فابتدى ينحس يتحرك عشان يلاقي المية. فبص لقى قدامه كنز مش طبيعي، فنهر النيل اداله فكرة ان هو ده المية موجودة والمية كتير فاستقر. اه إذا استقر الإنسان وتحققت حاجاته الأساسية ايوه بيبتدي ينتج يبدع. يعني ينتج يعني أنا ويبدع. وفر لي نهر النيل، وفر اه لي الأكل، ووفر لي الشرب، ووفر لي وسائل المعيشة. ابتديت أتعلم أبني بيوت، ابتديت ألاقي نفسي حاسس بالأمان، فتوفر لي كمان اه الأمان. فإذا توفرت النيل بقى وفر لي إيه، الطعام، وفر مم. لي الأمان، وفر لي المية. يبقى أنا فاض أعمل إيه بقى؟ بالظبط. كنت يعني إنسان مستهلك بقيت منتج. بقيت يعني منتج. كنت بجمع الثمار بقيت بقيت بزرعها، بزرع. كنت بصيد مش الحيوانات هستنى بقيت بقى بربيها يعني. يعني ما اه ابتديت مش هستنى بقى افضل امشي ادور على الثمره، لا ده انا هاخدها ازرعها وتطلع لي. اه فابتديت عندك حرف الزراعه، حرفه مم. الزراعه. مع الوقت ظهرت حرف تانية. مع أكيد. الوقت ابتدى النيل يلهمه ان هو يعمل صناعات تانية ويعمل فنون تانية. اه فالنيل صنع الحياه في مصر. أكيد يعني أكيد. النيل فعلا صانع الحياه في مصر. تمام. فكمل بعد كده بقى المصري القديم، فضل باقي اه الصناعات. كمل. يعني مش بس بقى الزراعة، مش بس لا ده كده. انت خد، ما هي كل الزراعه يعني نهر الزراعه الزراعه هي الاساس. حضارة. يعني اه هو النيل طل... بنى حضارة. زرعتي اه بالظبط، طبعا زرعتي ابتديتي بتاخدي المزروعات بتبتدي تصنعي. امم ما هو زرع كتان اه فصنع النسيج، اللبس. ابتدى كلما زاد تحضره ابتدى يعرف ان هو لازم يلبس ولازم ابتدى يعمل البيوت بتاعته. لا طب احنا ممكن نعمل البيت بشكل كذا، فابتدى يظهر كمان يتقدم في العمارة. امم ما هو كل ده اصله النيل. حقيقي ما حقيقي. هو انت ابتدى يتعلم الصيد مم. السمك، اه فابتدى يعمل مراكب. حقيقي. ابتدى البردي اللي هو اللي بيطلع على نهر النيل دوت، ابتدى ياخده يعمل منه مراكب. الورق اتعلم ياخد يعمل منه ورق. اه فالوجود النيل حواليه ألهمه مم. انه يعمل حاجات كتيرة تسهل حياته. اه ولو قلنا فلما ان كل دي احنا كده بنتكلم في برضو ماديات، هنلاقي لا، النهر النيل برضو مأثر فينا وجدانيا. طبعا. يعني جزء أساسي في حياتنا وفي ارتباطاتنا، واللي ارتبط بيه الأدب والأدباء والشعر والشعراء، طبعا الغنى. يعني كل حاجة بقت يعني ده نهر هو النيل من بقى. كتر التقديس اه كان في إلهين عند المصريين القدماء، يعني إله الماء اه خنوم، وحابي اللي هو اه الفيضان. تمام. فده ده من شدة التقديس. يعني انت مش كفاية ان انا هعمل اله واحد يعبر عن عظمتك، لا دول اتنين. يعني هو كان في مخيلة المصري إن هو لازم يبقوا مش حاجة واحدة تكفي. ان اه انا النيل اللي صنع لي الحياة دي كلها، يعني النعمة الكبيرة اللي ربنا حطها في مصر دي وصنعت الحضارة في مصر، اه اتعامل معاها كهبة عادية يعني. تمام. وكان في أسطورة شهيرة خاصة بنهر النيل زمان، انه من كتر حبهم وتقديسهم نهر النيل كانوا بيشوفوا أجمل بنت، وكانت سنويا بتعمل حفلة وبترمى في النيل. هو اتقال وقتها انه، او مش وقت يعني، اتقال يعني من ضمن الدراسات اتقال ان دي حقيقة، واتقال لا ان ده كان رمز. وكانت يعني فايه من خلال دراستك توصلت هو في ان كانت فعلا هو في في بنت اكتر من بتلقى في أسطورة.
يعني اول اسطوره نخبط فيها اسطوره ايزيس واوزوريس، لانه ايزيس لما اتقطع جسده بعد قتله واترمى في النيل من اخيه الشرير، وظلت ايزيس تدور عليه لحد ما جمعته، والاسطوره كانت بتقول ان نهر النيل دموع ايزيس، يعني دي الاسطوره ده حقيقي. بالنسبه بقى لعروسه النيل، الاسطوره دي لم يثبت لها سند بتاتا في الحضاره المصريه. يعني كل الابحاث اللي اتعملت بعد كده، كل الاكتشافات الاثريه اللي اكتشفت، لم يظهر فيها ابدا فكره انه في بنت عروس النيل اللي بتترمي سنويا في الاحتفال لا، كانوا بيقال ان هو عروسه خشب او يعني دميه، وكان بيذبح حيوانات وطيور احتفالا بوفاء النيل. ده اللي مثبت، ده اللي مثبت. لكن لم يثبت تماما انه على اي حاجه اكتشفت. كل المكتشفات وكل الاثار اللي تم اكتشافها ما طلعش فيها حاجه ابدا تؤكد الفكره دي. وبعدين حتى هي فكره منافيه للعقل. يعني حتى لو جينا فكرنا فيها، مفيش شعب كان بالحضاره العظيمه دي ممكن يرمي انسان في النيل. ده المراه في مصر القديمه كانت ليها مكانه عاليه جدا ومكرمه، يعني مكرمه بشكل غير طبيعي، يعني متساويه الحقوق مع الرجل، ويمكن تتفوق عليه كمان في الحقوق. فمش منطقي انه الناس بالعقليه وبالحضاره العظيمه اللي هم بنوها دي يعني هيروحوا يرموا بني ادم في النيل. ده الدليل العقلي، بجانب انه مفيش دليل مادي في اي معبد من او اي اثر من الاثار اللي تم اكتشافها بيساند الفكره دي. القصه دي. انا بقول برضو ده ماشي مع العقل، مع الفطره. لا، هم كانوا بيعملوا احتفالات، بيذبحوا طبعا طيور وحيوانات، بيعملوا اغاني للنيل، لانه طبعا النيل عندهم بدايه اللي هم كانوا بيعرفوا ظهور نجم الشعره مرتبط بوقت الفيضان. فابتدوا حتى قسموا السنه حسب حركه النيل. مواسم الزراعه، وممكن مقسمين السنه 12 شهر برضو، لكن 3 مواسم مش 4. الفيضان والحصاد، ومش فاكره الثالث على الزراعه اعتقد، يعني مش متذكره بالظبط التقسيم. بس كان ارتباطهم كل حياتهم مرتبطه بالنيل. المباني بتاعتهم، البيوت كانت دايما بتتعمل على النيل. الاغاني اللي كانوا بيعملوها في الزراعه، اغاني الحصاد واغاني ومسرحيات ورقصات، وكان حاجات كانت خاصه بنهر النيل كلها للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بالمنه والهبه اللي ربنا اعطاها لهم. هو كان فعلا ملهم وما زال والهم العديد الحقيقه من الشعراء. كانت بتكتب له، الفراعنه كانوا بيكتبوا له ترانيم خاصه، يعني معروفه بترانيم النيل، بتتقال في اوقات الفيضان، وبتتقال في ساعات الحصاد، ترانيم بيقدموا له فيها الشكر، وبيوصفوا ازاي هم ممتنين لوجوده والخير اللي هو بيديه لهم والنماء اللي بيعملوه في مصر. لا، هم المصري القديم كان مستوعب تماما انه نهر النيل هو حياته. يعني هو نقدر نقول كده ان هو الشرايين، زي الشرايين ما هي اللي موجوده في الجسم، هو نهر النيل هو الشريان في مصر. يعني ده حقيقي. طيب، يعني من برضو اوائل المطربات عندنا اللي تنبهت لاهميه نهر النيل كانت سيده الغناء العربي السيده ام كلثوم الحقيقه. وغنت يعني اغنيتين لنهر النيل، يعني وكان من الحان رياض السنباطي. يمكن الاغنيه الاولى كانت هي اغنيه النيل، احمد شوقي، من اي عهد في القرى تتدفق. كانت رياض السنباطي طبعا. قصيده طويله طبعا، هم اخذوا جزء من، يعني اجزاء منها زي ما كلثوم متعوده تعمل يعني، وكان دايما بتتغنى في احتفالات النيل. والقصيده الثانيه اللي هي سلاما شباب النيل بتاعت ابراهيم ناجي، القصيده اللي انا دايما بتعجب لها، يعني الحقيقه ان افتتاحيتها غريبه جدا. يعني افتتح القصيده باجل. يعني يقول أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى إلى آخر لما توصل لسلاما شباب النيل في كل موقف.
بس دي القصيده. فسلاما شباب النيل. بس انا اقصد الاغنيه برضو بدات نفس البدايه بتاعتك. ام كلثوم، انت اول ما بتغني ام كلثوم تبص هي تقول اجل. اه اجل. عماله في واجل بمنتهى القوه يعني. اه فكان لحن يعني القصيده، انا بعتقد انها جديده تجديد، واللحن بتاعها كان رائع طبعا. انا بس الاكثر اغنيه مم. غنيتها ام كلثوم عن النيل، اه ومش باسم النيل بس، هي كلها عن النيل. شمس الاصيل. شمس الاصيل. يعني بيرم التونسي لما يكتب شمس الاصيل دهبت خوص النخيل يا نيل، تحفه ومتصوره في صفحتك يا جميل، اه والناي على الشط غنى والقدود بتميل يا نيل. حقيقي فالاغنيه كلها كلها عن النيل. كلها بالظبط بالظبط. فطبعا كلنا مرتبطين بالاغنيه دي، ولما تسمعيها لازم تقعدي تسمعي للاخر وتبقي مبسوطه جدا وانتي بتسمعي. وتتخيلي وانت بتسمعي الاغنيه دي ان انت قاعده انت على انت بتبقي شط عايشه النيل الجو، ان انت اه عايشه قاعده على النيل ومندمجه ومستمعه، ويمكن شايفه كل كلمه بتتقال، اه متخيلاها. ده حقيقي. ويمكن احنا يعني دايما النيل بالنسبه لنا نبقى عايزين كده نروح يعني زي ما نشوفه ونلمسه ونرجع يعني علشان نقدر نواصل حياتنا. يعني من اجمل الحاجات القعده على النيل دي، يعني بتسوى كتير، طبعا بتسوى كتير. طبعا وفعلا بتبقى زي استرخاء. زي ما بقول كده الموسيقى هي نوع من انواع العلاج. برضو البحر، النيل، والله انا بحسها نوع من انواع العلاج. انا اعتقد ان كل الناس زيي، انا كنت اه بعمل كده لما اتضايق او اتخنق او في اي حاجه كده واقفه معايا، او مهمومه من حاجه، اروح اقعد على النيل. هو مجرد ان انا اركز معاه شويه بس يعني تقريبا بتنسي مجرد ان انت تراقبي بس امواج والناس وهي المراكب وهي رايحه وجايه، والناس وهي مبسوطه وهي قاعده حواليه، انت نفسك بتحسي بيتنقل لك عدوى الناس اللي حواليكي، فزي ما تكون عدوى فعلا بتتنقل لك، فانت بتحسي بالفرحه لوحدك، اه بتحسي بالبهجه، اه فبتنسي انت زعلانه من ايه. واحيانا بتبقي عايزه تروحي تقعدي ما تتكلميش حتى. ايوه، ما انت بتتكلم، انا كنت يعني بروح ما اتكلمش ممكن مع حد، وحدي. مع ان ما حواليكي ناس وانت بالظبط. رايحه مع ناس، اه، بس انت لا انت ممكن عايزه تقعدي تركزي كده معايا. تتاملي ده وبس حقيقي، كده ده خلاص. حقيقي، فالواحد بيرجع بعدها بيبقى اهدى. ده صحيح، يعني ونسي مشكلته او الحاجه اللي كانت شاغله ده تفكيره حقيقي، لفتره. ده حقيقي، فعشان كده بقول هو نوع من العلاج الحقيقه. ده صحيح، القعده على نهر النيل او على البحر بحسها نوع من انواع العلاج الحقيقه. ده حقيقي. يعني انا انا عشان بتاثر كده فيا بقول لك، كده. احنا لما كنا بنتكلم مع الاخوه الافارقه في الموضوع دوت، هم كانوا بيستغربوا: يا جماعه انتوا مش حاسين النيل زي ما احنا حاسين بيه، لانه انتوا مش ما عندكوش النيل اللي عندنا. اه هو اه انتوا عندكم مختلف عن اللي عندنا. النيل اللي عندنا، النيل عندكم شويه المطره اللي بيتجمعوا في الجداول اللي عندكم المتعدده، امم لكن احنا عندنا النيل شريان حياه، اه أكلنا وشربنا وذكرياتنا وحياتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. يعني احنا مش من النيل بالنسبة لنا مش بس مورد مادي، لكن هو مورد معنوي. تمام. يعني برضو الموسيقار الأجيال زي ما سمعنا يمكن في بداية الفقرة، النهر برضو الخالد. مم. يعني النهر الخالد ولا وغنى غير النهر الخالد بتاع النيل نجاشي. صحيح. وبرضو النيل نجاشي كتب أحمد رامي، مع إن أحمد، أحمد رامي لا يعني أحمد أحمد شوقي. شوقي اه، آسفة. مع إن أحمد شوقي بيكتب ما قصائد هي أكتر. تقريبا دي الوحيدة العامية اللي كتبها أحمد شوقي، فالوحيدة ودي العامية اللي كتبها أحمد شوقي كتبها عن النيل. ودي كانت عامية قوي، يعني اه طبعا. حليوة أسمر النيل اه. نجاشي حليوة اه. أسمر. يعني عامية عامية تماما. يعني اه كان فعلا. يعني تستغربي إن أحمد شوقي يكتب عامية. اللي كتب القصائد هو اللي كتب دي. وبرده اللي يغنيها موسيقار الأجيال اللي بيحب التجديد. طبعا. يعني ما هو أصله في الوقت دوت كان احمد شوقي مرتبط بعبد الوهاب، اه يعني او عبد الوهاب او العكس، صحيح عبد الوهاب هو اللي مرتبط ارتباط وثيق باحمد شوقي، لانه استاذه ومربيه ومعلمه ويعني هو يمكن اللي صنع موهبه عبد الوهاب، احمد شوقي الله يرحمه. ودي برضو ولو انها خارج الموضوع، انا بشوفها انها احد مهام المثقف لما يبقى له مكانه في المجتمع. اه يعني احمد شوقي كراجل ذو مكانه في المجتمع وشاعر كبير ومثقف كبير، فإن هو يلاقي موهبة فيرعاها ويبتدي يعلمها ويدربها، عشان يعني منعه وهو طفل إن هو يغني، منعه عن الغناء وهو طفل، اه
لكن مش منعه عشان يبطل غنى، هو منعه لانه لسه سنه صغير، انت محتاج ان انت تكبر وتتعلم. فاخده وابتدى يعلمه لحد ما بقى عبد الوهاب. اه. آه. فدي بس لمحة كده، يعني انا حقيقي بتعجبني. مم. ويعني ما بشوفش مثقفين حاليا ممكن يعملوا ده، مع مع الاسف. الأسف هو زمان كان في مجالات كتير الحاجة دي، ده وإن صحيح. حد يقف ورا حد طالما شايف فيه مم. موهبة أو حاجة لحد ما يعرف طريقه يعني. ف... وعبد الوهاب برضو مع ارتباطه بأغاني النيل، ما يعني في أغاني كتير تانية لعبد الوهاب ذكر فيها النيل. يعني ما هي في كيلوباترا، لو انت بسمعيها عارفاها هتلاقيها كلها برضو مرتبطة بالنيل. اه اه. لا، ما هو في اغاني كتير لكتير من المطربين المشهورين كان فيها النيل، بس هي ما كانش اسمها ما في كانش كلمة اسمها النيل. النيل. اه. اه، يعني زي فيروز بتاع مصر وعدد شمسة شمسة الذهب، الذهب. يعني برضو اتقال فيها مم. عن النيل، بس اه ما اسمهاش. وفي اه أغنية جميلة لشادية عن النيل. اه اه اه. طب احنا معانا اغنية برضو للفنان عبد الحليم حافظ، اللي برضو كان بيحب يجدد وبيحب اه تبر سايل بين شطين. اه يا طبعا. حلو يا اسمر. طبعا. كانت كلمات سمير محجوب سمير محجوب. والحان محمد الموجي. نسمع يا حلو يا اسمر لعبد الحليم حافظ ونرجع معاكم مره تانية. يا حلو يا اسمر، 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 يا حلو يا اسمر. يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا اسمر، يا حلو يا الدنيا من بعدك مرة، أسى يوادينا الحياة. الدنيا من بعدك مرة، أسى يوادينا الحياة. ده اللي يدوق طعمك مرة، ده اللي يدوق طعمك مرة، ده اللي يدوق طعمك مرة، ده اللي يدوق طعمك مرة. من مستحيل أبدا ينسى، يا نعمة من الخلاق يا نيل. اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا صوت عبد الحليم الساحر اللي بيأثر على طول فينا باحساسه العالي، فعشان الصوت كده والله ينفع نقول عليه صوت النيل والله. ايوه. صوت النيل. زي ما في شاعر النيل في مطرب النيل. ده حقيقي. على فكره مطرب النيل الاسمر يمكن دي اتقالت على الفنان محمد حمامي، بما ان احنا في الفاصل كنا بنتكلم عن اه الفنان محمد حمامي، اتقالت يعني مطرب النيل الاسمر لانه والله طبعا يا من بلاد محمد. النوبه يعني.
محمد حمام والله حد انا شايفه ان هو مظلوم، لانه اغانيه مش منتشره وما بتذاعش كتير، رغم ان هو فنان رائع يعني. يعني كان بتلاقي مش هنلاقي له في التلفزيون غير يا بيوت السويس، اه لكن مش هنلاقي له اغاني تانية مع الاسف يعني. يا ريت يعني، يا اه ريت يطلع التراث بتاع محمد حمام ده تاني. وعلى فكرة مع الأسف يعني نتيجة طبعا إنه الأغاني ما بتتذاعش، فهنلاقي ناس الناس ما كتير ما تعرفش تعرفهاش. اه. الأغاني، مم. ويمكن المطرب هتقول أنا شفت له أغنية ولا حاجة، بس مش اه هيبقوا عارفين أعماله وإنه إزاي أثرى في الفن النوبي الحقيقة يعني. ده حقيقي. طيب، وفي برضو يعني الفنان محمد منير كان ليه أغنية اسمها النيل، مم. سمعتيها؟ هو انا اعرف يا عروسة النيل. اه، عروس كان النيل يا سمرة. يا عروسة النيل يا حتة من السما. اه، مم. دي بتاعت مين؟ محمد منير. عروس. اللي صوتك جوه قلبي ملحمة. اه اه غنى كمان، تهيألي غنى كمان لسه مؤخرا مع عمرو دياب، عملوا القاهرة ونيلها وطول ليلها، يعني الأغنية الجديدة جدا بقى اللي عملها هو وعمرو دياب عن القاهرة والنيل يعني. اه في كمان في أغنية في المشكلة ان انا بس مش فاكرة اسم الفيلم، لان الافلام اللي يعني قديمة الجديدة ولا؟ نسبيا. اه الفيلم كده، لو كان قلتي لي ابيض واسود كنت هساعدك انت عمري دلوقتي. تقريبا الفيلم اسمه، كان فيه اغنية جميلة قوي اللي هي بتميل يا نيل. اه، بتميل بتميل. والنيل كانت بترقص عليها اه نيلي كريم. الاغنية دي برضو ايوه اغنية جميلة ايوه، قوي انا اتقالت افتكرت، عن النيل. منى شلبي وهاني سلامة. اه آه ونيلي كريم لما كانوا بيتعالجوا في في أسوان، اسوان. صح اه، كده؟ انا وكانت افتكرت على النيل والاغنية كانت حلوة والمنظر حلو. اه، في كمان والرقصة حلو. أغنية للفنانة الجميلة نادية مصطفى، اه اسمها يا نيل يا شاغل عينيا. اه يا نيل يا شاغل عينيا في الصبح والمغربية، بلغ سلامي لحبيبي واشهد عليا. اه، أغنية جميلة جدا برضو وما يعني. بتتذاعش برضو كتير. ممكن تسمعيها في الإذاعة، بس برضو ما بتذاعش كتير. اه، طبعا أنا عشان سميعة إذاعة من زمان فحافظة الحاجات دي. طب انت من خلال بقى الدواوين والقصايد بتاعتك عملتي حاجة خاصة بالنيل ولا اه لسه؟ طبعا. طبعا. اه، ما ينفعش تبقي منسقة طبعا. الوطنية لمنتدى نهر النيل طبعا. مش كده؟ طبعا. اه، طب ممكن، لان انا الصراحة بحب اشعارك جدا طيب، يعني. بس انا ما ف بحفظش، اه فهستأذنكم اقراها. يعني انا فاكرة يعني في حلقة جبنا من ديوان انثى من الشرق، كان حلو جدا جدا، كان رائع ربنا يعني. يخليكي. ودواوين كتير الحقيقة. احنا في ضيوف على فكرة كانوا بيجوا يعني يتكلموا عن كتب حضرتك حبيبتي والدواوين ربنا يخليكي. والقصائد، وازاي ان هي كانت مميزة، وان احنا دلوقتي عندنا لسه الحمد لله شعراء مميزين، ولما كمان الشعراء دول يكونوا سيدات، واحنا الحاجة دي مفتقدينها. يعني يمكن من الشعر القديم كان معظم الشعراء رجال الحقيقة. ف العدد الأكبر. ايه الحدث فان احنا نلاقي بقى سيده ومتميزه، ربنا فدي الحقيقه يخليكي. لا بنحط تحتها خطين الحقيقه. فقولي لنا بقى حاجه هو عن أنا النيل من الحقيقة اشعارك. الفترة الأخيرة اللي كان فيها اللغط قائم عن النيل وسد النهضة والحاجات دي، كنت كتبت حاجة آه، اسمها تنهيدة النيل. اه فبقول: هيا افتحي القلب كي تسكني فيه، ما من فتى يدري حزنا أعانيه، أخشى غياب رفيق العمر يا أملي، لو صرت إيزيس تبحث عنه تبكيه، أنت التي أهوى دلتاك في أرق، يجري بك الخير سبحان مجريه، هذا أنا أقف في أرضك البكر من قبل أن يعرف التاريخ تنبيهي، قد جئت من بعد أمد في ساقي وفتحت كفاي للسهل ترويه، دلتاك كانت ذراعيه التي احتضنت من عمر حبكما عشقا يغذيه، فنهر حب جرى بالخصب متشحا حتى ارتوى منه تاريخ سيرويه، أجري بأمر الذي سوان من عدم، سأظل في دأبي أجري لأرضيه، من أي عقل أتى أن تمنع سيري، ما كان للنهر
أن يعص باريه. مذ قال لي اركض لم أختلف يوما، من ذا الذي يرضى لمسار تشويه. أنا الطريد طوال العمر من زمني، وجدت في أرضها ما كنت أبغيه. قد أكرموني هنا بل قدسوا وفدي، تعبدوا بوفائي حين أبديه. وصرت معبود مصر الحب في زمن، قبل الرسالات حابي إذ تناديه. من السماء أتى نبعي فلو عدلوا، سدوا السماء عليهم دون واديه. لا لن أكون كما شاءوا بغيرتهم، هم العوازل سدوا ما أوفيه. قد عشت أعمارا أبني لأمجاد، واليوم من يلقي أبنائي للتيه. جميل ده يعني بجد رائع، يعني فيها معلومات وفيها سياسة وفيها حاجات كتير، مش بس مجرد شعر كده يعني. لا جميلة الحقيقة يعني. ده بعد ما بقيتي منسقة في المنتدى بتاع نهر النيل ولا ده قبل؟ يعني لما كتبتي لا، بالقضية ده دي؟ لسه في السنتين اللي فاتوا. يعني خلال السنتين اللي فاتوا. طيب. يعني هي لسه طالعة في الديوان الأخير. طيب حلو يعني. وفي واحدة في الديوان اللي جاي فعلا. عن النيل، نهر النيل برضه. أيوة. وبرضه فيها كده لمحة معلوماتية سياسية كده. طبعا، بس أقوى شوية. دي بقى يعني أنا قلت القصيدة دي وكأنها بلسان النيل. فالتانية كأنها بلسان مصر. طب هنقولها بعد ما ولا دي زي ما تحبي. طب هنقولها بعد ما نسمع أغنية النيل لمحمد منير إن شاء الله. ونرجع معكم مرة تانية. ولا بيوصل ولا بيتوب، ولا بيرجع ولا بيغيب. إني السؤال ومازال ما جاش عليه الرد، من قد إيه والفين ما قالش عمره لحد. إني السؤال ومازال ما جاش عليه الرد، من قد إيه والفين ما قالش عمره لحد، ولا بيوصل. سهراني وشوشنا والحلم رايح جباله عالشطين، بيحب صوت الناس. جباله عالشطين بيحب صوت الناس، وغنى البنات بالليل بيكره الحراس لما تدوس بالخيل، ولا بيوصل. أيام تموت أحلام، تعدي شهور تدور الأرض والدنيا وهو يدور، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. أغنية جميلة جدا يعني الحقيقة ومعبرة والصورة برضو من قلة إذاعتها احنا يعني أنا ما افتكرتهاش يعني أنا عارفة، لكن من إنها ما بتتذاعش كتير بتروح عن احنا نتمنى ان الحاجات دي يعني أنا بنبسط قوي في البرنامج ده إن احنا بندي حاجات كده بحس إن زي كنوز مسبير. طبعا ده حقيقة بنبسط قوي في البرنامج ده. بتفرج بقى على حاجات يعني حتى الحاجات اللي أنا ما عصرتهاش، يعني في حاجات احنا ما عصرناهاش من الأربعينات أنت جايبة حاجة من الخمسينات بقيت انا شايفه بس حلوه يعني حاجات طالما حلوه لا بنجيبها وتتذاع يعني، طالما كمان ما عندناش الجديد يعني، طالما ما عندناش الجديد الحلو ما هو للاسف ما فيش دلوقتي بيتعمل جديد. احنا لسه في حاله فراغ، في الفجوه موجوده.
انت ما فيش حاجه ما فيش فن بينتج يكافئ اللي كنت بتعمليه قبل كده، ودي حاجه يعني سيئه جدا. يعني ده شيء المفروض سيء ان احنا بنتطور، طبعا. يعني المفروض كل حاجه بتتطور، فاحنا نعمل المفروض حاجه اقوى، يعني نشوف بالظبط. ايه المفروض ان انا وقفوا كل عنده. ما واكمل. لكن احنا لحد دلوقتي مش قادرين نعمل فيلم بعظمه الافلام اللي اتعملت مثلا في فتره الستينات. معلش يعني انا اسفه، بس دي حقيقه. ممكن تقولي في حاجات عجبتك بس حاجات فرديه، يعني ممكن يعني تقولي حاجات عارفه بقى حاجات ايه اللي هو واحد مثلا من 100. بتبقى نسبه فعلا يعني غير غريبه. انه والله غير انه نسبه العدد، حتى يعني حتى في السينما مثلا عدد الافلام اللي بينتج ما بقاش زي زمان. يعني معقول احنا زمان كنا بننتج افلام اكتر من دلوقتي؟ مع كل التكنولوجيا بتاعت دلوقتي، الناس زمان كانت بامكانياتها البسيطه بتشتغل اكتر من دلوقتي. فدي دي برضو علامات استفهام كتيره قوي، انا مش فاهماها، يعني انا مش فاهمه ايه سببها. مع ان الانتاج بتشوفي مسلسلات في رمضان، كميه الانتاج تقولي انه يعني هم عايزين الناس ما يقوموش من على التلفزيون معلش بس انت ما عندكيش يعني مسلسل ذو قيمه زي المسلسلات اللي كانت بتتقدم في فتره التسعينات مثلا، وممكن نقول لحد بدايه الالفينات. يعني انا افتكر ان انا اعتقد ان انا بقالي مثلا ما يقرب من 10 سنين ما بتابعش دراما تلفزيونيه، ما اعرفش مسلسلات. برضو بتبقى حالات ناجحه فرديه، حاجات يعني انا بقول لك حاجات كل فين وفين بقى بتبقى يا اما القصه حلوه قوي بالظبط، ما اصل ده الاساس، القصه بقى هي زي ما بيقولوا بتتكلم عن حاجه حياتيه زي امل فاتن حربي مثلا، ان هي بتتكلم عن قضايا المراه. اي مخرج يعني اي مخرج حتى تتكلمي، انا اتكلمت مع اكتر من مخرج، الناس الكبار يقول لك انا المشكله في الورق. انت لو عندك ورق حلو هيطلع شغل حلو. والكلام ينطبق طبعا على ينسحب على كل الفنون، سواء بقى دراما تلفزيونيه، سواء سينما، سواء اغاني. عندك ورق حلو هيطلع شغل حلو، هيعمل بعد كده فن حلو، والناس هتتفرج عليه. هي والناس هتتفرج عليه طبعا. يعني مش هقدر اقول الناس عايزه كده، لا الناس عايزه تتفرج على حاجه حلوه، حاجه حلوه بتتفرج عليها. بالظبط. لما انت مبذول فيها مجهود كإنتاج وإخراج وتمثيل، وأهم من كده البداية زي ما قلنا الورق، يبقى ليه ناس مش تتفرج عليه؟ لكن هو دلوقتي المسلسلات اللي بتتعمل في رمضان تقريبا تحسي، يعني أنا لو صادف وشفت مثلا مشهد، أنا بحس إنه يعني هو مفيش ورق، مفيش حكاية أصلا. هو زي ما يكونوا يعني كل واحد طلع بمشهد فجمعوهم على بعض وعملوا مسلسل. يعني لا معظم المسلسلات اللي هي بتتذاع في 30 حلقه انت تحسي ان هي ايه ده ممكن في 10 حلقات او ممكن تتلم اقل من 10 حلقات خلاص، يعني ممكن تتلم في فيلم ساعتين ونخلص. فهي دي الفكره، بيقعوا بقى في الحته دي. يعني دايما بيقعوا في حتى لو حسن القصه كويسه، طب وبعدين يمكن يعني من ساعه بقى ما دخلت الدراما التركيه والدراما الهنديه، وهي فيها اطاله رهيبه والناس برضو بتتفرج بشكل يمكن فظيع. حبوا يعملوا الشكل ده، يعني لانه هي بيبقى المشهد لسه بيتكلم وبعدين هيبص لده، وبعدين لو في 5 موجودين او 6 لا ده هو يعني ده ممل. يعني انا شخصيا كحد لما بشوف حد قاعد بيتفرج انا بجد بمله، يعني انا يعني بحس بالملل ليه. لا والحلقه الالف بعد بس هم بيستخدموا حاجات تانية تشد الناس. يعني بيستخدموا مثلا الابهار في الديكورات، الابهار في الملابس، في المناظر، بيستخدموا مغريات تانية، اساليب حياه، انماط حياه، بس هم بيشتغلوا على مجتمعاتهم. احنا هنا بتتفرجي على المسلسل او الفيلم تحسي ان هو مش عندنا اصلا. لا مش في مصر، ممكن تعمل في اي حته، ممكن تعمل في اي حته، مش في مصر. طب انت ما عبرتش عني، طب انا ليه؟ ده حقيقي. يعني ايه الفايده؟ لا والطبقه اللي هي الوسطى بقت نادر لما حد بيتكلم عنهم بامانه. يعني ما فيش، ما بيختفوا يا اما ما بيختفوا فعلا، يتم القضاء عليهم. هو يعني ما فيش حد بيتكلم عليهم. يعني المواويل والاغاني اللي كانت المذيعين بتطلعها زمان ليه عايشه لحد دلوقتي والناس فاكراها وبتغنيها؟ عشان بتمس الناس، بتمس الحياه. يعني الفلاح يقعد يغني للزرعه بتاعته، يغني للسقيه، يغني للنورج، يغني، كل دي حاجات مرتبطه بالنيل على فكره. يعني دي اسمها ايه، لوازم النيل زي ما سمتها العظيمه نعمات احمد فؤاد.
وهي برضو أطلقت على الحاجات دي اللي هو كل الفنون المرتبطة بالنيل كانت بتقول عليها الأدب النيلي. يعني في كتابها النيل في الأدب الشعبي أطلقت عليها الأدب النيلي، وأنا عجبني الاسم جدا. لأنه هو فعلا معبر. الفن فيه فعلا فن نيلي، فيه فنون مرتبطة بالنيل، المواويل والقصص والحكايات. انت عندك من يعني مثلا في حاجات كمان الحكايات المرتبطة بالنيل، حكايات السفر وحكايات البعد. يعني مثلا في الأرياف عندنا زمان في البلد كان أنا شخصيا سمعت عن حكاية النداهة، ودي مرتبطة بالنيل بالظبط. اللي هو ما تروحش تقعد بالليل على النيل أحسن النداهة تندهك. فأنت عندك موروث شعبي متوارث وبينتقل مع الأجيال، لأنه هو بيمس حياة الناس. فالناس حافظاه وبتكرره وبتنقله من جيل لجيل، لأنه بيمس بيمس حياتهم، مرتبط بمجتمعهم، شيء مميز ما ينفعش يروح مكان تاني، ده بتاعي أنا. عشان كده الناس مرتبطة بيه وحافظاه. أكيد. زي الناس اللي بتحكي الحكايات، زي الموالد اللي بتتعمل، زي الحاجات دي، كل التراث ده اللي المصري عمله ارتباطا بنهر النيل اللي هو شايفه مورد حياته وسبب حياته، وهو ده اللي بيوفر له الأمان المادي والامان المعنوي، لانه هو طول ما حاسس ان هو موجود هو خلاص في امان، عنده الارض بتاعته وعنده الميه بتاعته وبيزرع وبياكل وبيشرب وياكل ولاده، يجي الحصاد يحصد فيبقى معاه فلوس فيجوز ولاده. فالحياه بالنسبه له كلها مرتبطه بالنيل. أكيد. فابتدت كل الفنون اللي بيعملها بقى يشكل. ده موال بيقعد وهو بيزرع، ده موال، دي اغنيه، ده. ومش شرط بقى الموال يبقى على النيل، ممكن عن النيل، ممكن يعملوا عن البعاد، عن الهجر، لانه برضو نهر النيل عندنا مرتبط بالمشاعر والعواطف والرومانسيه، وتلاقي معظم الافلام اللي فيها مشاهد رومانسيه تلاقيها على النيل. دي ولحد دلوقتي ما بتشوفي لحد اتنين دلوقتي كده يعني حبيبه ايوه، بتلاقيهم على اجمل نهر النيل. فسحه لاي اتنين حبيبه على النيل. ده حقيقه بيبقى يعني كمان هي يعني تعتبر فسحه الغلبان الحقيقه يعني. ده حقيقي بالظبط. يعني يوم ما الناس او حتى المفلس يعني مش بس الغلبان يروح يعني يتمشى على النيل. ما تيجي ناخد قرطاسين ترمس ونتمشى ويتمشى على على النيل. النيل. فيعني لا، النيل مرتبط معانا بذكرياتنا كلها طبعا. طيب مع الاسف وقت الحلقه بيخلص بسرعه، بس انا عايزه جزء من القصيده القويه اللي قلت لنا جزء منها. طيب يعني انا مش عارفه احنا كده. فاضل لنا قد ايه، بس هي برضو مش اتفضل. كبيره قوي يعني. اتفضل. اسمها انا والنيل. لا تتركوا زرعي في الحقل يندهش، النيل نيلي فلا غرب ولا حبش. إني لأقسم بالإيمان عن ثقة ما كنت أحيا وجفن النيل ينخدش. ماذا نقول إذا أطفالنا سألوا أشجارنا ما لها قد نالها العطش؟ ما كان يوم لنا أن تزوي بسمته إلا وأعداؤنا في الخوف ترتعش. يا نيل مصر حباك الله في زمني، مرر مياهك إن صدورنا الفرش. مرر فراتك إن العدل معك سرى، ما عشت يوما أرى دلتاك تنكمش. العيش أنت لوادي النيل من زمن، واليوم أنت لمن ضنوا بك النعش. أنت الحضارة، أنت الحضارة مذ كانت بدايتها، فأدرك الكل، أنت الملك والعرش. أبناء مصر أرادوا الخير في دعة، لكن أعداءنا في الموت قد نبشوا. يا أهل مصر سيبقى النيل أغنية، هيا اعزفوا ففي أيديكم الريش. حابي سيرسل ما يكفي مزارعنا، رغما عن الحقد في صدر الذين وشوا. يظل ماؤك يجري في مشاعرنا، لا ننكر الفضل منك الخير ينتعش. ما نبض قلبي سوى من موجة عبرت، فلست من قوم سوء إذا بغوا فحشوا. إنا لمن معشر
في كفهم خير، فإن أهينوا أبادوا كل من بطشوا. صمتي صمتي وإن طال قصف الرعد في شفتي، إن قلت أسمعت حتى من به طرشوا. يا كل أهلي أنا والنيل موعدنا، حول الضفاف هناك الري والعيش. لا تحسبوا النيل نهرا قد أتى ومضى، حابي سيبقى كما أجدادنا نقشوا. رائعة رائعة كالعادة بجد، يعني حلوة جدا وقوية وفيها معلومات وسياسة وكل حاجة بجد، يعني رائعة بس ده كالعادة. حبيبي، يعني النيل ده احنا حبايب من زمان، اه يعني انا من الطفولة مع النيل. تحكي له بقى مشاكلك ايوه وتفضي فيه بقى الهموم ايوه، انا مولودة في ريف، والأحزان. وبلدي بلدتي او قريتي على النيل. اه ف ما انا بحس انه الناس اللي حظها جه وساكنه جنب النيل، انا بحس انه ده بيأثر في صفاتهم الشخصيه هو للاسف انا مش ساكنة بشكل جنبه، بس انا او مرتبطة بيه من بآخر. الطفولة يعني مثلا الناس اللي وانا في ارتباطي أسوان، بقريتي شديد حتى الان يعني. اللي هم ساكنين جنب النيل مم. وبيشوفوه كده كل يوم ويصحوا على المنظر ده وبالليل بيناموا على المنظر ده، بحس ان صفاتهم الشخصية يعني يمكن لاحظت ان اهل أسوان فيه هدوء، اه يعني جدا، هادين. اه قوي. انا بقول ان ده عشان النيل. بصي، هو حتى في الشعر والكتابة اه هتلاقي ان الاهل المبدعين مثلا الريفيين، هتلاقي في معظم مفرداتهم الكلمات اللي بتعبر عن النماء، اه الري، الخير، الحاجات اللي هي مرتبطة بالزراعة وبالمية وبالطبيعة. هتلاقيها كتير المفردات موجودة في الشاعر اللي أصله ريفي، هتلاقي اه كتير مفرداته مرتبطة بالمية، مرتبطة بالنيل. اه لأنه هو دي البيئة اللي طالع فيها، ودي بتبقى حاجة مش احنا مش بنتحكم فيها. أمم. انتي بتعرفي بيئة الشاعر اصلا، ممكن تعرفي هو عايش في منطقة شكلها ايه من خلال مفرداته اللي بيختارها في حقيقي الكتابة. حقيقي ممكن فعلا. كان نفسي جدا اجيب اغنيه لحوريه حسن الحقيقه بتاع يا قطن النيل اه والذره النيلي والحاجات والدور الجميله دي، النيلي. لان صوتها كان معبر قوي 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 يعني. هي بس حورية حسن صوت مصري مصري انا بحب يعني. صوتها، اه يعني انا جدا. بحب صوتها، هو ده بالنسبه لي. لما اقول المطربه الشعبيه او الصوت الشعبي، انا بيبقى بالنسبه لي هي حوريه حسن. حورية، لا حورية حسن يعني مطربة. رائعه الحقيقه. بس ان شاء الله يكون لينا في حلقات تانية يعني موعد مع صوت حوريه حسن، ونجيب برضو هو بس احنا نعمل نداء من خلالكم اه انه يا ريت التلفزيون المصري يعني يبحث في جواهره اه وتراثه، ويطلع لنا الحاجات القديمة الحلوة دي، بما ان مفيش جديد ف عادل. معلش يعني ننشر الحاجات القديمة نطلعها، لأنه ممكن حتى الشباب في بعض الشباب، فرق الشباب وبعض المطربين الشباب بياخدوا التراث دوت ويعيدوا إنتاجه، اه فبيوصلوه أسرع للشباب. يعني أنا شفت في بيحصل أكتر من حاجة أغنية فرق عاملة أغاني قديمة والشباب متفاعل معاها جدا. بالظبط. فمعنى ده ان انا ممكن اعيد انتاج التراث بتاعي، بما ان انا مش عارف اعمل جديد حلو. انا بضم صوتي لصوتك. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفتنا الشاعرة إلهام عفيفي والمنسقة لمنتدى الوطني نهر النيل. شكرا لحضرتك العفو. ونورتينا والله انا بسعد، وبسطتينا انا بأشعارك بسعد قوي. والله بوجودي معاك، وربنا يخليك. وبسطتينا بأشعارك جدا جدا تسلمي. وبحييك عليها. ميرسي يا حبيبتي. شكرا ليك. العفو. بقول لكل مشاهدينا يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم. نشوفكم في حلقة جديدة من موسيقى الجيل. تصبحوا على خير.